الحسن الثاني، الرجل الأكثر تأثيرا في تاريخ المغرب الحديث، الرجل اللي مازال الناس كيحبوه لحد الساعة ومازال فيديوهات ديالو كتروج في مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه الحلقة غادي نتحدث لكم على اللحظات الأخيرة للوفاة ديال الحسن الثاني والمرض ديالو والعناد ديالو ومعاناته في صمت. وغادي نتكلم لكم على كيفاش سهر بنفسه على حفر قبره وهو في الحياة، وبعبارته على لسان الرخام اللي وجد القبر المحل المعلوم، وكيفاش شرف محمد السادس على الترتيبات الأخيرة لقبر الحسن الثاني، وشنو هي تفاصيل الأيام الأخيرة لحياة الملك الحسن الثاني، وكيفاش عاشوا المغاربة هذه الأيام العصيبة. في نهاية شهر أكتوبر من سنة 1995 سافر الحسن الثاني لأمريكا للمشاركة في احتفالات الأمم المتحدة بالذكرى ال50 للتأسيس ديالها، ولعقد سلسلة لقاءات مع قادة الدول اللي مشاركين فيها. استقر الملك الحسن الثاني في فندق اللي اعتاد الإقامة فيه، وتمت كل الاستعدادات لإعداد قاعة مزينة على الطريقة المغربية لاستقبال قادة الدول والحكومات. مساء يوم 24 أكتوبر نادى الملك بسرعة على الأطباء ديالو من بعد ما شعر بصعوبة في التنفس، وهي وضعية ثارت تقلق الملك والمحيط ديالو. كان الملك تصاب في ذاك الوقت بزكام حاد، ربما راجع لبرودة الطقس في نيويورك. المحيط ديال الملك ما عطاش أهمية للأمر، لكن الأمور أخذت تتطور بشكل غير منتظر، وبسرعة وصلت الإشاعات للمغرب. الأطباء المغاربة استشاروا أطباء في أرقى المستشفيات الأمريكية المختصة، وتم الاتفاق على ضرورة دخول الملك إلى المستشفى لإخضاعه لفحوصات وكشوفات ضرورية، لكن الملك تردد من اللي قالوها له ورفض مغادرة الفندق رغم استمرار أثر الأزمة وتأثيرها عليه وعلى المحيط ديالو. هنا غادي يتدخل ولي العهد اللي غيضغط بكل قوة لإقناع والده بسلامة هذا القرار، كما أن الأميرة لالا مريم تدخلات بدورها في الموضوع. وكاين رواية من كواليس الإقامة الملكية في نيويورك كتعود أن تدخل الأمراء والأميرات بكل ما يتطلبه الأمر من استعطاف وإقناع أثر على الملك باش يمشي للطبيب في أمريكا. هذا الشيء كان عنده تأثير إيجابي على الوفد اللي مع الملك وعلى العائلة الملكية في الرباط. فجأة غادي يصدر بلاغ من الديوان الملكي كيقول إن الملك دخل المستشفى الأمريكي وإن وضعيته في تحسن مستمر. وفي ذيك الفترة تولى ولي العهد الأمير سيدي محمد قيادة كافة العمليات، بدءا بإلقاء خطاب الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة واستقبال رؤساء تلك الدول والحكومات اللي كانت على موعد مع الحسن الثاني. وكيقولوا اللي عاشوا ديك اللحظات في نيويورك أن الأمير سيدي محمد بين عزيمة وحنكة ضمانا للاستقرار والاستمرار ديال شؤون الدولة إلى جانب عناية فائقة بالأب ديالو. ونهار 30 أكتوبر صدر بلاغ جديد من وزارة التشريفات كيقول أن الملك غادر المستشفى الأمريكي وأن الأطباء نصحوه بأخذ أيام راحة قبل عودته إلى أرض الوطن. دابا غادي نتكلموا على العودة ديال الملك للمغرب. ملي تقررت العودة للرباط بالخصوص بعد اقتراب 6 نوفمبر ذكرى المسيرة الخضراء، تمت استشارة الأطباء حول تأثير الرحلة الجوية الطويلة من نيويورك إلى الرباط، واللي تقدر تكون مصدر إزعاج للملك وربما مصدر خطر عليه. بعد مشاورات مكثفة تأكد أن الرحلة كتكتسي نوعا من الحساسية، ويمكن أنه يتعرض وهو في السماء لأزمة جديدة أو مضاعفات غير محمودة. هنا غادي يتقرر تجهيز الطيارة بكل وسائل التدخل السريع، وتقرر أنها ما تطيرش عالية بزاف كما هو المعتاد في مثل هذه الرحلات. وهكذا وبكثير من الاحتياط والدعاء والإيمان قلعت الطيارة اللي فيها الحسن الثاني من نيويورك إلى الرباط، وكان فيها طاقم طبي على استعداد للتدخل في أي لحظة، كيتوفر على إمكانيات تقنية وطبية كتساعد على مواجهة مؤقتة لكل أزمة محتملة. في الطيارة كان كيسود صمت مطلق سيطر على المسافرين، ولكن الحسن الثاني بين على جرأة نادرة
حيت ناض عند الركاب ديال الطياره وضحك معاهم وتكلم معاهم في امور ما عندهاش علاقه بالمرض ديالو. وصلت الطياره للمغرب وتقدم للسلام على الحسن الثاني الامراء والاميرات وكبار مسؤولي الدوله، ولاول مره غادي يحضر للمطار لاستقباله 4 من الاحفاد ديالو. هنا غادي يتأثر الملك بالحضور ديالهم وغادي يعنقهم عناق طويل أمام الجميع. كانت في هذه الأثناء علامة الإرهاق بادية على وجه الحسن الثاني، كان نحيف وهزيل البنية وكيمشي بخطوات متثاقلة. هنا غادي نتكلم على لحظة جد مؤثرة ملي قال للمعلم ديال الرخام اللي كانت كتجمعه بالملك علاقة جيدة. كيعاود المعلم الرخايمي أن الملك طلبو يجي عنده القصر السخيرات. فعلا مشى في الموعد المحدد وبقى كيساينو في الخيمه اللي كانت منصوبه قدام المسبح. جا الملك وتقدمات مختلف الشخصيات للسلام عليه، وكان من بينهم المعلم الرخايمي. لاحظ المعلم ان الملك كيتكى على عصا وهي اول مره كيشوف هذا المشهد، ولاحظ انه فقد الوزن ديالو بشكل كبير. كما العاده حنا المعلم الرخايمي وقبل يد الملك ورجع للور باش يسايل الامر الملكي. الملك بقى ساكت حتى قال له الحسن الثاني المعلم وجد المحل. جاوبوا المعلم الله يبارك في عمر سيدي، هز راسو وما فهم والو وما عرفش شنو كيقصد الملك. هنا غيقول الحسن الثاني مره اخرى عليك باعداد المحل المعلوم. المعلم كان كيسحاب ليه الملك غير كيضحك، ولكن غادي يفاجئوا ملي غادي يقول ليه عليك باعداد قبري، حان الوقت. هنا كيعاود المعلم انه شعر وكأن الملك رماه بقنبله وقال ليه عطا الله في عمر سيدي، الله يحفظ عمر سيدي. بقى الملك واقف وقال للمعلم كل نفس ذائقه الموت، الصبر المعلم، الصبر والهدوء. في نفس اللحظه غادي يقول الحسن الثاني للمعلم الرخايمي سير للضريح وهيئ المحل والأمور بيد الله، ولا بد من السرية وعدم إثارة الانتباه. قبل المعلم يد الملك ودعا ليه بالصحة والعافية وطول العمر، وقبل ما يمشي في حاله عاود لح عليه الحسن الثاني وقال له وجد لي محلي يا المعلم، وخلاه واقف ومشى. سنة 1996 غادي يشعر الحسن الثاني بتدهور الصحة ديالو وغادي يعاني داخل أسوار القصر، وغادي تكثر عليه الأدوية والمسكنات والمنومات، وغيقلل من الخرجات الرياضية في الجولف الملكي بدار السلام. غادي ينصحوه باش يمشي لفاس حيت ما فيهاش الرطوبة، ومرة أخرى غادي يطلبوا منه يمشي لمراكش نظرا للجمال ديالها بفصل الصيف. وغادي يرافقوا في هذه الرحلات عدد من الأطباء المدنيين والعسكريين المغاربة والأجانب، وهنا فين غيعيش القصر لحظات جد صعبة. ومع ذلك بقى الحسن الثاني كيعاند القدر وكيحاول يتجاوز الخلافات وتعبيد الطريق أمام استمرار الملك والملكية. تأكد الأمر من اللي صدر عفو على السجناء السياسيين والسجناء العسكريين وتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتغيير عدد من القوانين الوضعية وتغيير الدستور والحوار مع المعارضة وتوسيع اختصاصات الحكومة وصلاحيات البرلمان، توقفات مراقبة الصحف أو متابعة الصحفيين، ونشاطات الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة. كل هذه الإنجازات كان الحسن الثاني باغي يتوجها بضم كافة الجهود وتوحيد الصفوف باش يضمن الاستقرار والاستمرار، وهما الضمانة الأساسية لكل تطور وتقدم في المغرب. هنا غنكون وصلت باش نتكلم على الطريقة السرية اللي تحفر بها قبر الحسن الثاني. فعلا مشى المعلم الرخايمي لضريح محمد الخامس واختلق حية اللي سمحات له بدخول الطابق التحت أرضي باش يبدا المهمة اللي كلفوا بها الملك الحسن الثاني. كان المعلم على يقين أن حتى شي حد ما شافو وهو داخل للضريح، حيث السيارات المهنية ديالو للضريح كانت كثيرة متعلقة بالترميم والإصلاح. وهكذا ملي غادي يموت الحسن الثاني كان القبر ديالو واجد باش يستقبلو قبل مدة. في نهاية الحياة ديال الحسن الثاني تصاعدات الأزمات الصحية للحسن وأصبح كيعاني، ولكن الإرادة الصلبة ديالو جعلته يواجه الصعوبات بكثير من التحدي. وملي تكاثرات وتنوعات الأدوية اللي كيتناولها تأثر إلى حد كبير، وفي عدة مرات كان كيدخل في هذيان غير مفهوم. وفي واحد المرة عاتب أحد المسؤولين ديالو وقال ليه أنا صيفتك في مهمة رسمية لروسيا وما خبرتينيش باللي جرى ملي رجعتي للبلاد. فهم المسؤول بسرعة أن الأدوية
الأدوية أثرت عليه، وأنه دخل في مرحلة ابتعد خلالها عن الحقيقة وتخلطت عليه الأمور. وفورا قال ليه: الله يبارك في عمر سيدي، اسمح لي نعم سيدي وسامحني، ما نعاودش نديرها مرة أخرى. ما كانش هذا هو الشخص الوحيد اللي تعرض لموقف بحال هذا مع الملك في آخر أيامه. ولكن في سنة 1999 توفي الحسن الثاني إثر نوبة قلبية، وبذلك ستكون نهاية أعظم ملك مر في تاريخ المغرب الحديث بعد 3 عقود من حكم المغرب. كانت هذه هي قصة اللحظات الأخيرة قبل وفاة الحسن الثاني. إلى اللقاء.